يا جماعة، لو حد قال لي في بداية الموسم ده إننا نصحى على كوابيس الهبوط كنت هعتبره بيهزر. بس للأسف اللي حصل كان حقيقة. موسم 2025-2026 هيفضل نقطة سودا في تاريخ توتنهام. النهاردة مش جاي أحلل الماتش، النهاردة أنا جاي أحكي قصة الانهيار اللي كانت فعلا هتدمر كل حاجة في توتنهام. في البداية كده وهم توماس فرانك. بدأنا الموسم بتفاؤل، قلنا توماس فرانك بتاع برينتفورد هو ده اللي ناقصنا، شخصية قوية وتكتيك منظم. بس الحقيقة فرانك دخل في حيطة. أفكاره اللي نجحت مع الفرق المتوسطة اتصدمنا بيها لما اتضغط على توتنهام بسبب توماس فرانك. الفريق فقد هويته، اللعيبة كانت تايهة والنتائج كانت كارثية. ضيعنا نقط من فرق ما كانش المفروض ان احنا نخسر منها، من فرق ما كانش المفروض ان احنا نلمس معاهم الأرض. بس أنا بصراحة واحد من الناس لما بدأنا الموسم كنا بنلعب في ماتشات البري سيزون للماتشات الودية. فأنا بصراحة كنت متفائل جدا لما جه ماتش السوبر الأوروبي اللي هو اللي مش هيتنسي، اللي هو ماتش توتنهام وباريس سان جيرمان. الماتش ده يا جماعة والله العظيم أنا واحد من الناس اللي كنت مستمتع وأنا بتفرج عليه. أنا كنت واحد داخل كنت متأكد إن إحنا ممكن نعمل حاجة في الماتش ده، رغم إن أنا كنت خايف وكنت متوتر وكنت حاسس إن إحنا ممكن نتعب بسكور من باريس سان جيرمان. بس أنا بصراحة لأ اتفائلت. أنا اتفائلت خير وقلت ممكن إن إحنا نعمل حاجة، ما نعملش حاجة ليه؟ بس أنا بصراحة واحد من الناس اللي كنت حاسس إن بنسبة كبيرة إن إحنا ممكن نخسر الماتش ده، عشان في حاجات برضو إحنا مش هنكدب على بعض. يعني أنت بداية السيزون خالص أنت ما جبتش غير صفقتين ولا 3 صفقات، ويجي الماتش اللي صدمنا كلنا واللي أنا كنت حاطه في بداية الفيديو، ماتش أرسنال وتوتنهام. الماتش دوت يا جماعة أنا أقسم بالله عليه العظيم أنا جاتني الصدمة من هنا وما قدرتش إن أنا أستحملها. يعني أنتوا متخيلين أنت واخد 4 على أرضك وسط جماهيرك، ويا ريته حتى مثلا ال4 من كل لاعب، ده أنت واخد هاتريك من إيزي اللي هو الصفقة اللي أنت كنت بتفكر إن أنت تجيبها وما قدرتش تجيبها. هنا إدارة توتنهام ما استحملتش، قالت إن لازم خلاص يجي وقت اللي هو إقالة توماس فرانك. ويجي مين بعدها؟ يجي جحيم إيجور تودور. بعد إقالة فرانك الإدارة قررت تروح لأقصى درجة تانية، جابوا إيجور تودور، الشخص اللي معروف بالصرامة والأسلوب الدفاعي القاسي. كنا فاكرين إنه هيلم الليلة، بس اللي حصل كان العكس تماما. تودور حول غرفة الملابس لميدان حرب، لعيبة تقيلة بدأت تشتكي والفريق نسى يعني إيه كرة هجومية. كنا بننزل كل ماتش وإحنا خايفين جدا وحاطين إيدينا على قلبنا، والجدول بدأ ينور باللون الأحمر. إحنا كنا بنقرب فعلا من مراكز الهبوط وقلنا إن هي كده خلاص انتهت. ولكن يظل وهرجع أقولها مليون مرة، وكان الداعم الأول للنادي ده هو جمهوره. جمهوره ما قصرش، الجمهور وقف على رجليه وقال لأ، مش ده هو النادي اللي يعتبر من أندية التوب 6 اللي تهبط تلعب للتشامبيونشيب. والجمهور كان هو الداعم الأول للنادي. كان النادي كان بيطلب جمهور يحضر في الملعب، كان بيحضر وعمل تيفو وقال لا، توتنهام مش هيهبط للتشامبيونشيب. وبعد كده الإدارة اتحركت وعينت الأسطورة الإيطالية زيربي، الراجل اللي جه في أصعب ظروف ممكن تتخيلها، مش بس عشان يغير التكتيك، ده غير العقلية فجأة. جزيري ما كانش جاي يدرب، كان جاي رامم الروح المكسورة. الماتشات الأخيرة كانت ضغط أعصاب، بس بفضل شجاعته قدرنا ننتزع البقاء في اللحظات الأخيرة. في النهاية الموسم ده كان درس قاسي جدا، درس إن الإدارة مش بس أسامي، وإن اختيار المدرب لازم يكون مناسب لشخصية النادي. قول لي في الكومنتات شايف مين كان سبب الأول في الكارثة دي، وهل كنت واثق إن ديزيربي كان هينقذنا؟